بسم الله الرحمن الرحيم على كل اخواتي الحبايب. في البدايه اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لكل الناس. تعالوا مع بعض نتوقع التشكيله اللي هيبدا بيها ياس جروب بكره امام انبي. الاهلي هيلعب الساعه 8 مع انبي. مباراه هتبقى قويه جدا، مباراه مش هتبقى سهله بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي. نادي انبي من الفرق الرخمه، انت تعادلت معاه في الدور الاول، فمش اللي هو مش هيفوت لك ان انت تهزمه في الدور الثاني، بالذات ان انت عندك نادي الزمالك ونادي بيراميدز متفوقين عليك. يعني انت عندك 47 نقطه ونادي الزمالك 50 ونادي بيراميدز 50، فهو مش هيديك الفرصه ان انت تاخد الدوري اصلا. فلاعيبه النادي الاهلي لازم تنزل المباراه دي مركزه، لازم تنزل المباراه هدفها رقم واحد اللي هي الفوز. بتقرب من منافسه الدوري، مالكش دعوه بالفرق الثانيه. ممكن الفرق الثانيه تتعثر وما تقدرش ان هي تفوز، يعني ممكن بيراميدز يتغلب، الزمالك يتغلب او يتعادل، فده هيدي افضليه للنادي الاهلي. تعالوا مع بعض نتوقع التشكيله اللي هيبدا بها ياسر روب. في حراسه المرمى هيبدا بمصطفى شوبير بعد الاداء الجامد اللي عمله في مباراه نادي الزمالك. مصطفى شوبير في حراسه المرمى. الباك الشمال هيبقى احمد نبيل كوكا، عدم جاهزيه يوسف بالعمري، فهيبقى في الباك الشمال احمد نبيل كوكا. الباك اليمين من وجهه نظري كمل ببيكهام، بس هو هيبدا بمحمد هاني في الباك اليمين. اثنين في قلب الدفاع هيبقى ياسين مرعي وهادي رياض. يبقى عندنا خط الدفاع الباك الشمال عندك احمد نبيل كوكا، الباك اليمين محمد هاني، اثنين في قلب الدفاع ياسين مرعي وهادي رياض. هيلعب بثلاثه في وسط الملعب. ثلاثه مين؟ هيبقى مروان عطيه وامام عاشور، وقدامهم هيبقى محمد علي بن رمضان. ده من وجهه نظر اللي هيبدا بمروان عطيه، امام عاشور، محمد علي بن رمضان. الهاف الشمال هيبقى محمود حسن تريزيجيه، الهاف اليمين حسين الشحات، وفي المهاجم الصريح بن شرقي. دي التشكيله اللي احنا توقعناها اللي يبدا بيها ياس جروب بكره امام النادي. لازما لعيبه النادي الاهلي تنزل المباراه انت عندك هدف واحد، ان انت تفوز بالمباراه، مالكش دعوه بالفرق الثانيه اتغلبت اتعادلت. ركز انت في المباراه، ركز ان انت تاخد الثلاث نقاط تقرب من منافسه الدوري. انت كده كده بالنسبه لك نسبه بسيطه جدا عشان انت تاخد الدوري، يعني مفيش نسبه اصلا. بس انت برضو اعمل اللي عليك واشتغل، وان انت تفوز بالمباراه وتطلع بشكل كويس وتعمل مباراه كويسه. اهم حاجه تعمل اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لكل الناس.